الإخوان كما كتعرفوا مؤخرا قامت الجزيرة بطرد عبد الصمد الناصر. والسبب ما صرحتش على السبب مباشرة، ولكن السبب كان باين. هو واحد التغريدة اللي نشرها عبد الناصر، واللي كتهضر على الدفاع ديالو على الشرف ديال المغاربة. هاد التغريدة هذه ما عجبتش البعض، واللي كانت يعني هاد التغريدة كانت ضد واحد القناة إعلامية جزائرية، لأنها ناضت كتهضر وكتقول شي الكلام يعني كامل إساءات وكامل يعني إهانة للمغاربة والمرأة المغربية وشرف المرأة المغربية. السي عبد الصمد نصر، الصحفي المقتدر، اللي نقولوا دوز تقريبا واحد 27 سنة في الجزيرة، و يعني ضحى يعني بزاف، عمل بزاف ديال البرامج كما كتعرفوا، وكان مراسل في الوقت ديال الحرب ديال العراق، وكان يعني كيتبع يعني الانتفاضه ديال الاقصى الى اخره. هو صحفي مقتدر كلشي كيعرفو. قلت لك كيجيو هذا المدير ديال الجزيره واللي هو من اصول جزائريه. شنو عمل؟ يعني عمر عمر عبد الصمد عبد الصمد ناصر باش يمسح ديك التغريده او ديك التدوينه اللي كانت في تويتر، واللي اعتبروها هما اساءه للجزائر. اوكي، كما كتعرفوا حافظ الدراجي، انا نذكر الاسماء ما عنديش مشكل. حافظ الدراجي، الكلون ديال الكبرانات، كنقول الكلون ديال الكبرانات، واللي فتح دقمو دابا وساعه في اي حاجه. ومؤخرا صراحة في الجزيرة الرياضية كنت كنتمنى أن يعني سميتو الماتش ديال سيفيا و أس روما ما يكونش بالتعليق حافظ الدراج. صراحة هذه يعني قناعة ديالي. كنت كنتمنى ما نسمعش الصوت ديالو أنه يعلق على ديك الماتش هذاك، ولكن للأسف يعني تعطلوا له هو التعليق. ما ما كيحترمش المغاربه. ما بونو يعني نتوما شفتوا كيفاش لعب وكيفاش يعني حصار وكيفاش صد الكرات وهذا، وهو كيقول لك الكره ضربت في الحارس. يعني هذا السيد هذا ما فهمتش انايا، ما عرفت هاد الناس هادو كاملين شنو عندهم مع المغاربه. أم، صراحه انا كنعلن على التضامن ديالي وباسم جميع المغاربه 40 مليون واحد كاملين، كنعنوا التضامن ديالنا مع عبد الصمد نصر، واللي كنعتبروه صراحه بطل، بطل مغربي. وحنا كاملين كنعتزوا بالمغربيه الصحراء، وكنعتزوا بالتشبث ديالنا بالملك محمد السادس. الله ينصرو، والله يدحر الاعداء ديالو في مكانهم، ولا في جحرهم كما كيقولوا. أه تضامن، كل تضامن مع عبد الصمد نصر، وان شاء الله انا متاكد انه غيتجاوز هذه المحنه بشي حاجه اكثر، بشي حاجه احسن. فعسى ان تكرهوا شيئا، عسى ان تكرهوا شيئا فهو خير لكم. شكرا اخواني اخواتي، تبارك الله عليكم، والى فيديو قادم ان شاء الله.